عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكون اموركم كلها على خير وبخير وتكونوا يا ربي في احسن الاحوال. اليوم كنتلاقى بكم في وصفه جديده ديال المخامر، الملاوي خامرين، ملاوي مخامر. كيجيو رائعين صراحه، كيجيو محلولين وكيجيو رطبين وكيجيو يعني كاين بزاف ديال الاسرار، كاين بزاف ديال المسائل اللي خاصنا نحترموها داخل الوصفه. داكشي علاش كندعوكم تكملوا الفيديو من الاول حتى الاخير. كنبغي نقول لكم ايضا اشتركوا وديروا لي لايك، ديروا لي كومونتير الا كان كيعجبكم المحتوى بطبيعه الحال، لان داكشي كينفعني في القناه. اذا غنحتاجوا هنايا نفس الكميه ديال الفينو، هي نفسها ديال الفورس. هنا درت شويه زدت شويه، انا بان ليا الفينو غير الفورس، ولكن معليش بالنسبه للقياس درت هنا زلافه ونص وهنا جوج زلايف. بغيتو ديروا نفس الكميه بالنسبه للمبتدئات ديروها. هنا غنحتاج الملحه اللي غنحطها بعيده على الخميره ديال الخبز، غنديرها هنايا. وغادي ندير عليها السكر سنيده، غنديرها مع الخماره ديال الحلوه باش يتفاعلوا ليا. هنا غنحتاجو فقط غير الماء من الروبيني. غادي نجمعوا الخليط بطبيعه الحال، ما يكونش قاصح وما يكونش خفيف. بالماء غير من الروبيني، محتاجوش نسخنوا الماء. صافي كنبقاو هكا كنجمعوا الخليط. ما كنزيدوه تدريجيا، يعني نخافوا لا يخفى بينا العجين بزاف ولا هذا، شويه بشويه ما خاسرين والو. نجمعوا، حنا كنضيفوا الماء. كنبغي نشكر كل واحد التحق بينا القناه مؤخرا. كنبغي يا ربي نكون في حسن الظن ديالكم، ونكون يعني في المستوى اللي بغيتو تشوفوني به، ونجيب دائما الوصفات اللي تكون مزيانه واقتصاديه وفي نفس الوقت تكون بنينه. اذا غنجمع، نضيف لنا شويه الماء. العجين غندلكو مزيان. اذا هنا كنكون دلكتها بالشكل الكافي، دلكتها مزيان. كنجمع العجين وغادي نخليه، نديرو في واحد الميكا، ندهنها بالزيت ونديرو في واحد الميكا نخليها ترتاح، ونتلاقى معكم ان شاء الله. السلام عليكم، رجعت معكم دابا في اللي غادي نقرص فيهم كويرات ديال الملاوي ديالنا. جبت هنا واحد الصينيه، طاوه، بلاطو اللي عندكم، نديروا له شويه الزيت. غنجيب هنا العجين ديالي اللي طلق معايا، شفتوا معايا باش نوريه لكم. صافي غادي ندير ليه، نديرو كويرات بهذا الشكل. صافي تنكملهم. انا ما حاولتش نكتب، درت غير قياس. صافي من بعد ما كملت يعني
هذا التكراس ديالي لهاد الكويرات غادي ندير لهم هنايا ميكا وغادي نخليهم يرتاحوا غير واحد 5 دقائق ونرجع ان شاء الله نطلقهم معكم. من بعد ما خليتهم يرتاحوا شويه غادي نحتاج هنا الطليق ديال هاد الملاوي ديالنا. نحتاج هنا الزبده اللي يعني مذوبه، ولا كان عندكم الوقت خليوها تولي نوازيط، خليوها تولي صفراء، داك الماء اللي فيها كله يعني يتبخر. وعندي هنايا شويه د الفينو اللي غنزيد عليه ساشيه ديال خماره الحلويات. الا كان عندكم العبار زيدوا عليه معلقه ديال خماره الحلويات. وعندي الزيت طبيعه الحال. غنبدا الاولى هاد العناصر غادي نخلطهم. الا كان عندكم النشا كذلك ديروه. كنطلقوا بشكل طولي حتى كنرققوا. العجين ديالنا ما كيتقطعش. صافي في هاد الاثناء غادي ندير الخليط ديال السميده والخميره ديالنا. غادي ندير الزبده باقا سخونه شويه مزروبه هنايا، شي خليوها تبرد. شويه الزيت صافي كنجمعوا في هاد الاثناء. بغيتو تخليوها تطلق خليوها، بغيتوش يعني نتوما. الزبده بغيتو ديروها من اصل الحيواني تجي احسن، ما توفراتش ماشي مشكل. انا شفتو كيفاش كان نخليو داك ليسباس كنزيروش في الثانيه. شفتوها الا كتبان لكم كنزيروش في الثانيه ابدا. صافي وكنجمعوا الملويه ديالنا نخليوها تطلق. نزيد معكم وحده اخرى. باش ما نطولش عليكم نزيد غير نعاود نفس العمليه. بالنسبه بطبيعه الحال مبتدئات انا كنطلق في العجينه وهي كترتق معاه. داك اللون ديال الفينو حتى هو كيعطيها لون رائع. صافي كنجيبو الزبده، كنجيبو هذا الخليط ديالنا كنجمعوه بهذا الشكل. نحاولوا يعني نطلقوا شويه نزيدوا نرقوا وكنجمعوا بهذا الشكل. يعني ربما نخلي الصوره تعبر على وحنا يدنا مرخوف باش كيجي داك التوراق الملاوي ديالنا. صافي ماتوا. غادي نكمل معكم انا هكا بلا ما نضيعوا الوقت. غادي نتلاقاو ان شاء الله في المرحله الجايه. بقاو معايا. اذا انا رجعت معكم بعد ما خليتهم يرتاحوا شويه. كنطلقهم بهذه الطريقه، نطلقهم رقاق شويه حيت باقيين غادي
يتنفخوا ليا في المقله بهذا الشكل. هذا هو السمك اللي كنديروه به. وكنديروه في المقله مثلا نقلبوها. غادي نبقاو في هذا النوع ديال المخامر، كنبغيو نبقاو نقابلوها يعني نقلبو يعني ما نرخيوش عليها. شد راسها شويه وغادي نعاودو نقلبوها ان شاء الله. شويه ديال الزيت كنكتروش. صافي كنبقاو مقابلينها حتى كتحمر من الجهتين وكنحيدوها. الثانيه بمجرد كنحطوها كنشوفوا انها جمعت راسها من التحت، صافي كنقلبوها. نديروا لها شويه الزيت، كنديروا لها الزيت 2 مرات في هذه المرحله. ملي كنقلبوا نديروا في هذه المرحله صافي كنعاودوش نزيدوا. من الاسرار ديال الطياب الملاوي هو اننا كنبقاو كل ساعه يعني كنقلبوا فيهم. وثاني حاجه ملي كنهزوها بحال هكا كنحاولوا نهبطوها شويه بالجهد باش كتحل لينا من الداخل. اذا كيكون هذا هو الطبق النهائي ديال المخامر ديالنا. كيجي رائع صراحه، كيجيو غزالين، ما يمكنش الخفه اللي كتجي فيهم والرطوبيه اللي كتجي فيهم. كيجيو بواحد الشكل اللي هو محلول ورطاب، يعني ما تشبعوش منه صراحه. كنتمنى انكم تجربوه، كلشي كلهم كيجيو بهذا الشكل. نتمنى انكم تجربوه وتستمتعوا يعني بنفس المذاق اللي انا يعني غادي نجربوه هنايا. وكنضرب لكم موعد ان شاء الله في وصفه قادمه. حتى لديك الساعه نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال. بسلامه.